السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير، ويا رب دايما تكونوا كده لسه مستمرين في الطاعة ومستمرين في العبادة ومش اديتوش الفيشة مرة واحدة. طيب النهاردة موضوعنا ان شاء الله بإذن الله على ان احنا مش عايزين نشد الفيشة مرة واحدة، وبنعين بعض على الموضوع ده. اول حاجة نبدأ بصلاة. انا مش عارفة، كل ما اجي اعمل فيديو الدبانة دي. الحمد لله. نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب ان شاء الله باذن الله تقبل الصلاه دي مننا باذن الله، ويكون شفيع لنا يوم القيامه، وتسقينا ميه من ايدك الكريمه اللي طبعا عمرنا ما نظمأ بعديها ابدا. انا ان شاء الله باذن الله النهارده جايه اقول لك ما تشديش الفيشه مره واحده. عشنا احلى روحانيات في الحياه. عدى علينا رمضان بسرعه البرق، انا مش مصدقه هو ازاي عدى علينا كده. آه، والله العظيم اسرع رمضان عدى علينا. انا زي ما فاكره اخر يوم، زي ما فاكره اول يوم. ربنا يعيده علينا يا رب اعوام عديده، واحنا بكامل صحتنا وبكامل اولادنا وبكامل حياتنا. واحنا دايما واحنا على طاعه الله من رمضان لرمضان، ويكون ربنا حقق لنا كل الادعيه اللي احنا دعيناها. ان شاء الله ما يجيش علينا رمضان اللي جاي الا وربنا محققها لنا، ومدينا البركة في حياتنا والعافية وكل حاجة حلوة احنا محتاجينها. تمام. طيب دلوقتي انا قبل ما اقولك يعني ايه ما تشديش الفيشة، انا في حاجة كده بسيطة بس عايزة اقولك عليها. آه، عارفين لما تيجي سكرات الموت، سكرات الموت الشديدة دي، الشديدة جدا. بعد ما تخلص سكرات الموت في الاخر وتموت. تمام. بيجيلك ملك ناصع البياض حلو قوي ولبسه ابيض، بياخد روحك للسما السبعة حتى تدفن لغاية ما تدفن. طيب بعد ما تدفن بترجع روحك فيك تاني. بتبقى اجمل رحلة اصلا لما تطلع السما السبعة، بتبقى بالنسبة لك احلى رحلة. تمام. انا بس يعني هحكي لكم الحكايه ده عشان الناس اللي بتخوف من الموت والناس اللي بتخوف من عذاب القبر. يعني انا عايزه اقول لك يا لهوي، ربنا كريم 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 ورقيق رقيق رقيق ولطيف جدا، لطيف لطيف فعلا. المهم بياخدك السما السبعة حتى تدفني، وبعد ما تدفني بتنزل لك الروح تاني لجسدك، وبعدين بتقومي بيجيلك الملك بتاع الأسئلة. بيسألك الثلاث أسئلة اللي احنا كلنا عارفينهم: من هو ربك؟ ما هو دينك؟ من هو نبيك؟ صلى الله عليه وسلم. المؤمن بيجاوب على طول. طيب يعني اللي هو ايه في الدنيا، مين المؤمن؟ كلنا مؤمنين، بس قصدي اللي كثير الذكر، اللي عشان كده بنقول الاذكار يا بنات، الاذكار الذكر. اللي كثير الذكر في الدنيا بيجاوب بسرعة جدا. واي حد تاني بيجاوب برضو بس بعد ما يتعثر شوية. تمام. تبتدي بعد كده تجيلك، لا قبل ما يجيلك السؤال، بيجيلك الضمة العظمى اللي هي ضمة القبر. بصوا، يعني انا بيقولوا الضمة اللي تدخل الضلوع، مفيش الكلام ده خالص. ضمة بتبقى ضمة كده اللي هي زي قلب الام كده على عيالها، تبقى ضمة خفيفة جدا، المؤمن اصلا ما بيحسش بيها. بس وبعد كده بعد ما بتجاوب على الأسئلة إن شاء الله بإذن الله تكون من المؤمنين الذاكرين الله كثيرا، إن أنت بتجاوب على طول، بتسمع أحلى صوت في حياتك كلها، وهو صوت رب، صوت الله بيقول نعم أجوبت صحيحة. وبعد كده بعد ما بيقول نعم أجوبت صحيحة، القبر بتاعك بيوسع خالص، وبيبقى باصص على الجنة، يعني بيبقى بيتفرش من فراش الجنة. تمام. وبعد كده بيجيلك واحد شخص كده جميل خالص، لابس ابيض ووشه جميل ومريح، وقلبك بيطمن اول ما يشوفك. وانت بتسأله مين ده، مين انت؟ يقولك انا عملك الصالح. عملك الصالح بيقعد معاك، وقبرك بينور،
ومبتبقاش خايف من كتر جمال المنظر بتاع الجنة. بتقعد تقول 3 مرات: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فعايزة اقولك ان احنا اصلا لو انتي اتخيلتي معايا اللي انا بقولهولك، في كمية راحة رهيبة، في كمية راحة في التخيل بس. يعني كل ده انا بحكيلك واحنا في القبر، يعني لسه ما حكيتلكيش احنا في الجنة، انا بحكيلك احنا في القبر. ده مبدئيا. فاحنا مطالبين بحاجات بسيطة عشان نوصل للمرحلة دي، احنا مطالبين بحاجات بسيطة. يعني عشان انت تردي على الاسئلة دي بسرعة لازم تذكري الله، لازم تذكري الله كتير كتير في الدنيا. طول ما انت قاعدة، انت ليه مستخسرة بقك وايديكي في ان هي تسبح؟ آه، يعني سمعت قبل كده ان المسبح الالكترونية ناس كتير بتقول عليها ده رياء، يعني بتتظاهر ان هي بتسبح وكده. بس انا بتفكرني يعني انا بغض النظر ان انا يعني في مرات كتير مش ببقى عايزه اعد، بس هي مجرد وجودها في ايدي لا بتذكرني كل ما انسى، كل ما انسى تذكرني ان انا اسبح. جربيها كده وان شاء الله باذن الله هتشوفي اللي انا بقولك عليه. بس يعني طيب، فاحنا دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ المفروض يا بنات ان احنا منشد الفيشه. يعني ايه منشدة الفيشه؟ يعني احنا كنا في رمضان عبادة وصلاة وتراويح وقراءة قرآن وأعمال صالحة وصدقات وقيام ليل وتفاسير وحاجات كتير حلوة قوي. طب ليه لما يخلص رمضان هتشديها قوي، هتشديها بسرعة كده ليه؟ لا. هتنقطعي من كل حاجة؟ لا. لما يجي رمضان الجاي عليكي مش هتحسي بأي حاجة، مش هتحسي بلذة أي حاجة، عشان احنا مش بنعبد رمضان، احنا بنعبد رب رمضان. خليها في دماغك الكلمة دي يا حبيبتي، قوليها لولادك. احنا لو انت عندك ولادك بيصلوا، تخليهم يلتزموا بالصلاة بعد رمضان اكتر من رمضان، عشان تزرع فيهم فكرة ان احنا بنعبد رب رمضان مش رمضان. فكرة ان رمضان شهر كريم، ايوه هو شهر كريم وتضاعف فيه الحسنات وكل حاجة وروحانيات جميلة، ربنا بيدينا بيها دفعة. ما يبقاش جزاؤه مننا ان احنا نعبده في الشهر ده بس. ربنا كريم ورحيم بيدينا كل فترة كده، يعني زي رجب شعبان ورمضان، زي ذي الحجة، 9 من ذي الحجة. في مواسم كده فيها روحانيات جميلة، وسبحان الله ربنا مفرقهم لنا في السنة علشان كل فترة كده اللي هو لا يحسسنا بروحانيات ترجعنا. لو احنا حاسين ان جالنا الفطور، لا ربنا بيبعت لنا بيزقنا كده بروحانيات. فما يبقاش هو جزاؤه مننا ان احنا نعبد الشهر ما نعبدوش هو. فاهمين؟ طيب، ايه اللي خلاكي ما تبدأيش في ختمة قرآن تانية بعد رمضان؟ يعني في حاجات كده ثابتة انا عايزاكي تكتبيهم لنفسك في الورقة، ان انتي ما تسيبهمش. عايزة يعني مثلا الذكر، زي ما كنت شغالة اشتغلي، يبقى ليكي عدد معين في اليوم انت شغالة بيه. اذكار صباح ومساء، اذكار صباح ومساء بتسيبيها ليه؟ ما تسيبهاش. ما تشديش الفيشة مرة واحدة، ما تقطعيش الصلة. خلي الصلة زي ما كانت حلوة في رمضان خليها تستمر حلوة عشان رمضان الجاي يجي علينا أحلى. تالت حاجة القرآن. القرآن اوعي تسيبي القرآن من ايدك يا حبيبتي، اوعي تسيبي القرآن من ايدك. عارفين احنا هقولك على حاجة حلوة جدا، احسبوها. يعني احنا في رمضان كنا بنتسابق ان احنا بنختم مرة واثنين وثلاثة واربعة، وناس اللهم بارك عليه رب عليهم ربنا يلحقنا يا رب بيهم 6 و7، وبسمع عن ارقام غريبة يعني. تمام. طب فيها ايه لو خليتيها مرة كل شهر؟ مرة كل شهر. احنا عندنا المصحف فيه 600 صفحة، 600 صفحة. 600 اسميها على 30 اللي هو الشهر 30 يوم، هيدينا 20 صفحة. طب احنا في اليوم عندنا 5 صلوات، اقسم 20 على 5 هيطلع 4 صفحات. يعني وانتي قاعدة بتصلي قلتي اذكار الصلاة، بعديها يعني 4 صفحات. مش والله العظيم ما هياخدوا منك وقت، والله ما هياخدوا منك وقت، بسيط جدا. لما تعملي كده بتسهلي على نفسك، تيجي لاخر الشهر تلاقي نفسك ختمتي.
عارفين ان الوقت ده ممكن نسمح له في ان احنا ما نختمش مرة واثنين وثلاثة واربعة في الشهر، بس كمان يفيدنا في ايه؟ يفيدنا في التفسير. رمضان اللي فات كانت فيه ضجة كبيرة، كبيرة جدا، على اني اتدبر احسن واختمه مرة واحدة بس بتدبر، ولا اختمه اكتر من مرة من غير تدبر. طيب خلاص رمضان خلص، احنا دلوقتي نشتغل على نفسنا في التفاسير، نمسك التفسير ونفسر، نتدبر كل سورة. احنا عندنا الوقت ان شاء الله، حتى في الشهر اخد سورة. يعني عندك سورة البقرة دي، عايزة اقولك انت لو بدأتي فيها يعني عايزالك شهر. تمام. تدبري فيها، اعرفي قصصها، اعرفي معانيها، حتى عشان لما تختمي تبقى فاهمه انت بتقولي ايه. عايزين والله العظيم احنا ضايع مننا ان احنا نفهم ديننا صح، نفهم حاجات في ديننا صح، نستشعر. ناس واحده تقول لي انا بقرا القران بس انا مش حاسه بيه، انا بقراه طب ده هيتقبل ان شاء الله، باذن الله يتقبل، باذن الله باذن الله باذن الله بيتقبل. بس تمام، احنا عرفنا نفسنا كده، نشتغل على الحته دي، نشتغل، ما نسيبهاش. ما لغايه امتى هيجي رمضان ونسال نفس السؤال؟ لغايه امتى واحنا عندنا الوقت؟ ربنا مدينا العمر ومدينا الصحه، احنا مخلوقين عشان نعبده. احنا وظيفتنا في الحياه العباده. خلي هدف قدامك، خلي هدف قدامي ان انا في رمضان الجاي ما اسالش السؤال ده، انا ابقى متدبره القران كله، فلما اجي اقرا ابقى قرايه سريعه مع تدبر، الاتنين، وما اسالش السؤال ده. ادي نفسك، اعملي ليميت لنفسك كل يوم نص ساعه. النص ساعه هفهم فيها 3 سطور، مش مهم، هطلع من ال3 سطور المتشابهات، هطلع التفسير، هطلع المعاني من ال3 سطور دول في نص ساعه، هتخلصيها. ان ما قدرتيش القران كله لغايه رمضان الجاي، معلش ادخلي بنص القرآن، ادخلي بربع القرآن، بس تكوني عملتي. وبلاش التسويف، بلاش كل يوم بكرة هعمل كذا وبعده هعمل كذا. لا يا حبيبتي، لا. العمر بص، انا لا طالعه اقول لكم قال الله قال الرسول واجيب لكم في احاديث واجيب لكم في مستندات. انا ست بيت، بكلمك كست بيت او بكلمك كراجل، احنا عاديين خالص. انا بكلمك الكلام من القلب، بيطلع لي القلب، والله العظيم من القلب، والله العظيم من القلب. انا بس بذكرك يا اختي، والله العظيم بذكرك او بذكرك بحاجات احنا ممكن يكون الشيطان سارقنا فيها شويه سنه كده. انا مش عايزه نسيب نفسنا. ابدأي مع نفسك برنامج لنفسك، تفسير القرآن. عارفين احنا انا بحس ان احنا لما بنثقف بنغذي المخ بتاعنا، بنغذي عقلنا. فانتي بصي، انتي حياتك ضايعه ما بين الغسيل، ما بين التنظيف، ما بين العيال، ما بين الكوي، ما بين الغسل، كل الحاجات دي الحمد لله ربنا يديك الصحه عليها، بس فين عقلك؟ فين نفسك؟ غذي نفسك، غذي عقلك، ما تسيبيش نفسك كده. لا، كل يوم نص ساعه، هوهب النص ساعه دي ان انا افسر حاجه في القران. ان شاء الله اخد سوره البقره، وزي ما قلت لك اخد في النص ساعه دي انا هاخد 3 سطور، افهم كل كلمه في ال3 سطور، معاني الكلمات. في تطبيق على النت اسمه، على المتجر، اسمه القرآن دربي. تمام. التطبيق ده جميل جميل جميل، بيجيب لك القرآن كله، وفي كده 3 شروط على جنب. ان شاء الله باذن الله هنزل لك اللينك على المنتدى، واللي عايزه يقول لي يقول لي في الكومنتات، وانا هبعت له اللينك يعني. في على جنب كده دوسي عليه، يجيب لك التفسير اللي عايزاه، يجيب لك معاني الكلمات، يجيب لك الشرح المفصل، يجيب لك الاعراب بتاع الحاجات اللي في الكلمات دي، يجيب لك كل حاجه انت محتاجاها. احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده، ماشي؟ انا عايزاكي ست احنا بصوا، انا قناتي اسمها قدوتي عائشه. يعني احنا مش عايزين نسيب نفسنا كده، احنا عايزين طول ما احنا عايشين نتعلم. صدقيني يا حبيبتي والله العظيم، انت لما تتعلمي مخك هيتفتح اكتر، هتساعدي جوزك اكتر، هتساعدي عيالك اكتر، هتساعدي نفسك اكتر، هتساعدي حياتك اكتر. غذي مخك وفيدي نفسك عشان تقدر تفيدي غيرك.
طبعا البرنامج بتاع التفسير اللي انا بقولك عليه ده ما ينفيش ابدا ان انتي تحطي نفسك نص ساعة تانية حفظ حتى لو سطرين. اقولك الثلاث سطور اللي انتي هتشرحيهم احفظيهم. يعني انتي بتعملي اهو 2 في 1. انتي بتفسري بتعرفي 3 في 1. بتعرفي معاني، لو 3 سطور دول فيهم قصة بتعرفي قصة عشان تحكيها لولادك وتفهميهم، عشان لما يجوا يقروا القرآن يبقى فاهمين، لما يجوا يحفظوا يبقى سهل عليهم، وما تطلعيش منهم الا وانتي حافظاهم. وبالله عليكي بلاش الحفظ الشفوي، الحفظ بالكتاب عشان ما يطلعش من مخك تاني. هم 3 سطور، خديها لنفسك كده 3 سطور. 3 سطور وتقولي 3 سطور ياه ده انا هخلص سورة البقرة في قد ايه؟ مش مهم، المهم انك بدأتي. والله العظيم ما تستتفهيش اي حاجة انت بتعمليها، لان الحاجة الصغيرة مع الاستمرارية، اهم حاجة الاستمرارية، اهم حاجة الاستمرارية. عارفين ايه الفرق بين الناجح والفاشل؟ الاستمرارية والإرادة. ما هو الإرادة بتجيب استمرارية. استمري وملكيش ده اي هواجس في مخك تيجي قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خليكي قوية يا حبيبتي، خليكي قوية، تخليش حياتك، ما تخليكي قولي لنفسك انا لازم اعمل حاجة، انا مش هتولد وهموت كده، انا لازم افهم ديني، انا مسلمة، انا لازم افهم ديني، لازم اشتغل على نفسي. نص ساعة عشانك مش كتيرة، مش هي اللي هتوقف حال البيت يعني. وانت بتشربي قهوتك الصبح، وانت بتشربي شايك بالليل. يا رب تاخدوا فكرة من الفيديو ده، يا رب تستفادوا حاجة من الفيديو ده. والله العظيم انا يعني نفسي قوي 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 ابقى اشوف حد يقول لي انا عجبتني الفكرة مثلا وهمشي عليها. يا رب يكون الفيديو حلو، يا رب يكون مش طويل عليكم، يا رب ما اكونش تقلت عليكم. ولو انت جديدة معايا في القناة، اهلا كل الناس اللي عندي، لو انت جديدة معايا في القناة دوسي لايك واشتركي معايا في القناة، وان شاء الله بإذن الله خدي كده جولة سريعة بالفيديوهات اللي فاتت، هي مش كتير، وان شاء الله بإذن الله تعجبك. ويا ريت لو اي حد حابب يفيد اي حد بالفكرة اللي انا قلتلك عليها والافكار اللي احنا بنطرحها في القناة، اعملي شير وشاركيها مع اي حد عشان انت تاخدي الثواب وانا اخد الثواب وكلنا ناخد الثواب مع بعض. ربنا يجمعنا ان شاء الله باذن الله في الفردوس الاعلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.